بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم بفيديو جديد من فيديوهات قناة ملعب مصر. طبعا أنا وجه جديد على حضراتكم، صوت جديد أول مرة تسمعوه، فأعرفكم بنفسي قبل ما أبدأ الفيديو. معاكم محمود عطية. إن شاء الله بإذن الله أقدم آه، فيديوهات تستمتعوا بيها في الفترة القادمة إن شاء الله. طبعا قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس او المشاهدين. النهارده انا جاي اتكلم عن صفقة اللاعب رضا سليم لاعب النادي الاهلي، ومعانا بعض الارقام والاحصاءات عن صفقة رضا سليم لاعب النادي الاهلي. اول حاجه هبدا بيها نشأة اللاعب رضا سليم. رضا سليم اول حاجه ولد عام 1999، 26 اكتوبر و25 اكتوبر عام 1999 في الدار البيضاء. اتولد في الدار البيضاء. اللاعب رضا سليم بدأ في ناشئي نادي او ناشئي اكاديميه الجيش الملكي، ناشئين اكاديميه، او كان في اكاديميه الجيش الملكي، كان في اكاديميه الجيش الملكي. امتى؟ عام 2011، عام 2011، يعني كان عنده حوالي 12 سنة. ثم بعد 3 سنوات انتقل إلى ناشئي نادي الرجاء المغربي. في 2014 انتقل إلى ناشئي الرجاء المغربي. هو يعني كان عنده حوالي كام سنة؟ كان عنده 15 سنة. 15 سنة، يعني بدأ الكورة هو عنده 12 سنة، وانتقل للرجاء المغربي في ناشئين الرجاء المغربي وعنده 15 سنة. ثم عاد إلى ناشئي الجيش الملكي مرة أخرى عام 2019، عام 2017، عفوا معلش آسف، عام 2017. ثم تم تصعيد اللاعب إلى الفريق الأول آه، في الجيش الملكي عام 2019. الفريق الأول عام 2019. اللاعب لعب في مسيرته 115 مباراة، سجل 32 هدف وصنع 26 هدف. سجل 32 هدف، صنع 26 هدف. انضم اللاعب للمنتخب المحليين المغربي وفاز معاهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية. فاز معاهم بكأس الأمم الأفريقية. قيمة اللاعب التسويقية 2,200,000 يورو. 2,200,000 يورو قيمة اللاعب التسويقية. كمان اللاعب الموسم الماضي سجل 13 هدف. سجل 13 هدف، وهو تاني هداف الدوري المغربي. تاني هداف الدوري المغربي. كمان رضا سليم خد افضل لاعب صاعد في الدوري المغربي الموسم الماضي. افضل لاعب صاعد. و طيب نخش بقى على انه رضا سليم تالت لعيب يلبس تيشيرت النادي الاهلي، تالت لعيب مغربي يلبس تيشيرت النادي الاهلي بعد وليد ازارو اللاعب المغربي ايضا، وبدر بنون اللاعب المغربي. رضا سليم هو تالت لاعب يلبس تيشيرت النادي الاهلي. رضا سليم يجيد اللعب بالقدم اليمنى واليسرى، وكمان يجيد اللعب
ب يجيد اللعب، هو اصلا وينج يمين، جناح يمين، ويكيد اللعب ناحية الشمال، وكمان على الأطراف يعني، وفي العمق في رقم 10. رضا سليم من اللعيبة اللي بترتد الدفاع بشكل كويس جدا، يعني من اللعيبة بترتد من الدفاع للهجوم، من الهجوم للدفاع بشكل كويس جدا، بيأدي واجبه الدفاعي كويس جدا، ومميز جدا 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 في ضربات الجزاء والكرات الثابتة. مميز جدا رضا سليم. وكمان عنده ان هو لعيب سريع جدا. طيب بالنسبه لرضا سليم، أو النادي الاهلي عشان يستفاد من رضا سليم، او عشان يستفاد من كل الامكانيات والكلام اللي انا قلت لك عليه دوت، ايه اللي يحصل؟ يجب على النادي الاهلي التعاقد مع مهاجم قوي للاستفاده من عرضيات رضا سليم المتقنه. يجب على النادي الاهلي التعاقد مع مهاجم قوي للاستفاده من امكانيات اللاعب رضا سليم، او من امكانيات عرضيات رضا سليم المتقنه جدا. بالنسبه للرقم اللي اشتراه النادي الاهلي، اللي اشترى بيه رضا سليم، رقم ما يقارب 2 مليون دولار. ما يقارب 2 مليون دولار. طيب، اقول رايي في الصفقه دي. كلها كانت ارقام الصفقه. هتكلم بقى عن رايي انا في الصفقه الشخصي. رايي انا في الصفقه ان صفقه رضا سليم بارقامها الجامده دي، يعني ارقام قويه جدا وارقام جامده جدا، لاعب عنده 24 سنه. فانا شايف ان رضا سليم لو تم توفير ليه امكانيات داخل النادي الاهلي، راس حربة كويس، واللعيبه والمدير الفني يلعبوا بشكل اساسي، انا اتوقع نجاح هذا اللاعب مع النادي الاهلي. نجاح هذا اللاعب مع النادي الاهلي. ده كان كل ارقام رضا سليم، كان كل بطاقة رضا سليم، وكان راينا في لاعب النادي الاهلي رضا سليم. في النهاية، لو عجبكم الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والاعجاب بالفيديو، وإبداء آرائكم في التعليقات. نلتقي في فيديو جديد من فيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.